نتكلم شويه في اكل الاطفال اللي لسه هندخل لهم اكل يعني. طبعا كان زمان معروف ان الطفل يبدا يدخل اكل بعد ال6 شهور، انما حديثا يجوز ان احنا ندخل الاكل من 4 ل6 شهور، بس في شروط لازم تستوفي. اول شرط ان الطفل يكون عدى ال4 شهور فعلا. تاني شرط ان الطفل يكون وزنه عدى ال6 كيلو، عشان بنلاقي اطفال برضو صغيرين فده مش هينفع. تالت شرط ان الطفل يكون بيصلب راسه. رابع شرط ان الطفل يكون بيهم على الاكل، يعني تلاقي الام كده بتقول لنا ان الطفل بيبقى عايز ياكل من الاكل بتاعنا واحنا بناكل. فلو ال4 شروط دول موجودين، يجوز ان انت تبداي يعني ايه تسخني كده مع الطفل في خضار. وطبعا معروف ان ااحنا بنبدا بس بالخضار اول شهرين لحد الشهر السادس على الاقل، ما بين بقى كوسه وجزر وبطاطس وبطاطا وقرع وتفاح مسلوق وموز. بس طبعا كل صنف بيدخل لازم يخضع لاختبار الحساسيه، بمعنى ان انا بدي الطفل مثلا جرعه صغيره جدا من الكوسه، وراقب اشوف الطفل مثلا تعب او تحسس او حصل له اي مشكله. لو ما تعبش بكره نزود الجرعه، بعده نزود الجرعه. مش لازم 3 ايام بالمسطره عشان الامهات كلها حافظه رقم 3، يعني 4 ايام مش قصه. اللي اقصده ان هي بالتدريج، انا بزود كل يوم الجرعه شويه، عشان لو الطفل تعب من اول جرعه بسيطه مش هيكمل اصلا الصنف ده. خلاص. وبعد ال3 4 ايام بتوع الكوسه ابدا اضيف صنف جديد، وليكن مثلا جزر. مع الكوسه خلاص نجحت فاديها براحتي بقى، مفيش مشاكل، مش هقعد ادرج يعني. نضيف بقى صنف جديد وهكذا. كل صنف جديد ان شاء الله، لو طفل عنده 10 شهور واول مره في حياته ياكل مثلا بطاطا، فعند 10 شهور هديله جرعه صغيره جدا من البطاطا، وازود كل يوم بالتدريج، واشوف لو الطفل تعب مش هكمل اصلا في البطاطا ونوقفها عشان عملت له مثلا حساسيه او حاجه، وهكذا. ده اسمه اختبار الحساسيه اللي بنعمله للاكل عموما. وكمان عشان في حاجه اسمها ذاكره الطعام، يعني لازم الطفل يحفظ طعم الاكلات. فما ينفعش ان انا ابدا ااكل الطفل ميكسات، يعني مثلا مش عارف جزر على بطاطس على كوسه على. طب ما هو الطفل كده مش فاهم هو بياكل ايه اساسا، مش هيعرف يحفظ الصنف ده اسمه ايه او ده طعمه ايه ويميزه عن غيره من الاطعمه. زي ما بنودي مثلا الطفل كده مثلا كي جي 1 وكي جي 2 بيبدا يحفظ الحروف والارقام لوحدها منفصله، وبعد لما يكبر نبقى نعمل كلمات وجمل. خلاص. فبالتالي احنا في الاول بنبدا ندخل الاكلات منفرده، ولما نخلص المنهج ده هنبدا نعمل ميكسات، سواء عايزه تحطي بقى مثلا زبادي وتقطعي عليه موز. طبعا معروف ان الزبادي بعد ال6 شهور مش قبل 6 شهور. خلاص. طيب من بعد ال6 شهور احنا خلاص خلصنا من 4 ل6 شهور الطفل بياكل خضار فقط لا غير. من بعد ال6 شهور تقريبا الطفل مسموح له بكل حاجه، ولكن برضو تكون مهروسه عشان ما تشرقهوش. طبعا كلمه مسموح بكل حاجه دي في اكسبشن، في ممنوعات لحد ما الطفل يتم سنه. يعني احنا عندنا 5 صوابع همت فيهم حاجات ممنوعه تخش بق الطفل نهائيا لحد ما يتم السنه. ايه بقى الممنوعات؟ اول حاجه السكريات، مش بقول السكر، بقول السكريات، يعني نفتح قوسين كده ونرمي كل الحاجات المسكره، اولهم السكر والعسل والزبادي اللي بالفواكه والفواكه المسكره زي الكنتالوب والبطيخ والحاجات المسكره قوي، والعصاير حتى المسكره، والكيكيهات والبسكوتات. كل الحاجات المسكره هي ممنوعات. وده كده البند رقم 1 اللي اسمه السكريات. البند رقم 2 اللي هو الملح. البند رقم 3 اللبن العادي. اللبن العادي اللي احنا الكبار بنشربه ده ممنوع للطفل قبل عمر سنه. منتجات الالبان مسموحه، يعني لو انا عايز ادي زبادي، ما هو منتجات البان ساده يجوز. لو عايز اديله جبنه قريش يجوز. لو عايز اديله رايب ساده يجوز. خلاص. انما اللبن لوحده كده لسه ما اتطبخش ما ينفعش. رقم 4 الجبن المصنعه ممنوعه. يعني ايه الجبنه الفيتا، الجبنه المثلثات، الجبن دي كلها زيوت مهدرجه، حاجه غير صحيه للكبير قبل الصغير، فممنوعات. رقم 5 البسكوت، الشاي ممنوع، والزيوت، البطاطس في زيت، والحاجات دي كل دي ممنوعات. وبرده الوجبات الجاهزه لا ننصح بيها، اللي هي السيريلاك الهيرو، الحاجات دي برده ما يعني ما هياش صحيه قوي، فيها زيوت نباتيه برده. فدي بس الممنوعات. انما المسموحات كتيره جدا، كل حاجه تقريبا مسموحه. يعني لو عايزين ندي الطفل من بعد 6 7 شهور لحوم يجوز، لحمه فراخ كبده كل ده، بس طبعا بيتسلق جامد ويتهرس جامد جدا. لو عايزين نديله مكرونه مسلوقه يجوز. لو عايزين نديله بيض سواء صفار او بياض يجوز، بس ده صنف وده صنف، يعني بيخضع لاختبار الحساسيه اللي قلناه في اول اللايف. لو عايزين نديله تمر يجوز، لو عايزين نديله بقوليات يجوز. فبالتالي كل حاجه مسموحه ما عدا 5 حاجات. بنلاقي الامهات ثابت كل ومسكت في ايه؟ في ال5 حاجات. تقول لك لازم اسكر له الزبادي، لازم احط له مش عارف شويه ملح في الاكل. طب وليه؟
اللي بتسال الرايب والجبنه القريش من عمر ايه؟ من 6 شهور عادي جدا. فقلنا الممنوعات 5 ممنوعات، وقلنا المسموحات 7000 حاجه مسموحه. فيا ريت بعد اذنكم ركزوا في كل الاكلات اللي في الدنيا ما عدا الخمس حاجات اللي منعناها. خلاص؟ طيب في حاجه بقى مهمه جدا جدا، ايه هي؟ ان الطفل من بعد ال6 شهور لازم يدخل له اكل ويزيد بالتدريج. يعني ايه؟ بنلاقي الام لحد السنه وبعد السنه الطفل معتمد على الرضاعه بشكل رهيب جدا وبتلحس حاجات بسيطه، وتلاقي الطفل سنه وشهرين والام تقول يا دكتور ما بياكلش، عايش على الرضاعه، تعالى شوف لي حل. ما هو الحل اصلا انك تبطلي ترضعيه كتير. يعني طول النهار بيرضع، هياكل امتى؟ بتصحي ترضعيه وبعدين تقول له تعالى كل، مش هياكل، ما هو رضع الصبح. فبعد اذنك من 6 شهور لحد سنه لازم الاكل يزيد والرضاعه تقل، الاكل يزيد والرضاعه تقل لحد ما الطفل يتم السنه. اقدر اقول لك ان خلاص الطفل تقريبا ما بيرضعش. يعني ايه ما بيرضعش؟ مش هنفطمه، بس هو ايه، الرضاعه مش حاجه مهمه، يعني حاجه ثانويه. زي ما انت كده بتشربي كوبايه ينسون مره في اليوم او ما بتشربيش، حاجه مش مهمه. فممكن ترضعي الطفل بتاعك بعد السنه رضعه بالليل، رضعه العصر ورضعه بالليل، تفاريح كده، كوبايه الشاي اللي بنحبس بيها مرتين في اليوم. لكن يصحى الصبح يرضع وبعدها بساعتين يرضع وبعدها بساعتين يرضع، طب هياكل امتى؟ ما هو انت اللي اصل هو عايز، ما فيش حاجه اسمها هو عايز، هو بيعتبر الرضاعه لعبه او تتينه بيلعب بيها، مش عشان هو جعان او مفتقد للغذاء، لكن بيسد نفسه وما بياكلش بسبب ان حضرتك بترضعي كتير جدا. خلاص؟ فاكبر حاجه تضر بيها طفلك ان انت تمشي ورا رغباته. وقيسي على كده اي طفل، مش اللي هو بيرضع، لا، اي طفل تلاقي ام مثلا عندها 3 4 سنين ويا دكتور اصل هو عايز شيبسي وكاراتيه وعصاير طول النهار ورافض الاكل، اعمل ايه؟ قول لي حل. ما تمنعي الحاجات دي. يعني ايه طفل سنتين 3 4 ومش قادر عليه؟ امال لما يبقى عنده 10 سنين هتعملي معاه ايه؟ يعني برضو من عيوب التربيه الكارثه اللي عند الامهات، مش عارفه تسيطر على الطفل. في حاجه اسمها كده. يعني لما يبقى عيل لسه صغير وانت مش قادره عليه، لا قادره على اكلات صحيه، لا قادره تمنع عنه التليفون اللي هو ماسكه طول النهار، مش قادره، يعني طب وبعدين؟ هنا انت خلاص بنعتبر ان الام دي ام كده ايه، انا اسف في اللي اقوله، ام فاشله. الام الشاطره هي اللي بتعرف تظبط الميزان ما بين رغبات الطفل وما بين الصح والغلط. والصح ان انت بتدوري على الصح ايه، تشوفي ايه المفيد اسمح له بيه، وايه الغلط وامنعه عنه بالتدريج. تعالي نتكلم على الحلويات والسوبر ماركت يعني والسكريات والحاجات الوحشه دي. مفيش حد يقدر يمنعها 100%، دي حقيقه لازم نعترف بيها، ولكن نقول مره في الاسبوع عشان يبقى برضو الطفل بياكل بس هو فاهم ان دي حاجه غلط، هنسمح لك بيها مره في الاسبوع. انما تلاقي طفل كل يوم بياخد حاجتين 3 4 والام تقول لك رافض الاكل خالص. طب ما هو نفس فكره الرضاعه اللي قلناها من شويه، طول النهار بيرضع، طول النهار عصير وشيبسي. انا عايز اقول لك لو طفل سنتين وكل كيس شيبسي ده كافي انه يسد نفسه يومين 3. ده لو كيس واحد، تعال نفترض ان هو كيس واحد بس. امال لو كل يوم حاجه، يبقى شكرا على الشهيه وشكرا على المناعه وشكرا للانيميا، انت دمرت ابنك بايديكي، اصلك مش قادره عليه ومش عارفه تسيطري عليه، ونعمل ايه؟ اتفضلي امنعي. الموضوع سهل، كل المطلوب منك المنع فقط لا غير. نرجع تاني للقصه بتاعه السيطره على الطفل. احنا طبعا شرحنا في الاول اللايف موضوع الاكل يعني باختصار كده، وتقريبا ده اهم كلام يتقال، عشان في امهات بتقول انا عايزه جدول امشي ما هي مش محتاجه جدول، الكلام ده كان زمان. دلوقتي لا، انا اقول لك الخطوط العريضه وانت ربنا يوفقك. يعني من الاخر كده، الطفل اللي بعد 6 7 شهور بالبلدي يقدر ياكل كل حاجه انت بتاكليها ما عدا ال5 ممنوعات اللي قلناهم في اول اللايف. يعني لو حضرتك بتفطري بيض هو ياكل بيض عادي جدا، صفاره بياض. لو حضرتك بتفطري بطاطس شغال زي الفل. لو بتفطري فول ياكل فول. لو بتاكلي جبنه صحيه، جبنه قريش او جبنه حيواني، ياكل جبنه. فيقدر كده ياكل معاكي كل حاجه انت بتفطريها. طبعا مش هفطره طعميه عشان في زيت، مش هفطره بطاطس في زيت، احنا قلنا بطاطس مهروسه، ياكل بطاطا. يعني ابعدي بس عن ال5 ممنوعات اللي قلناهم واكليه كل ما تشتهي نفسيته. يعني نفس الكلام في الغداء، ياكل لحمه وياكل فراخ وياكل كبده، كل اللحوم والبروتينات مسموحه، البطاطس، المكرونه، الرز، كل حاجه بس من غير الملح ومن غير الزيوت ومن غير بقى بصل وثوم. يعني مش عايزين تلبك اكتر من المغص الطبيعي اللي موجود اصلا في السن ده.